راح النور اليوم الجمعة 5 مايو 2023 في ورشة الخياطة بجمعية ابتسامة. نطل اليوم على الورشة نستي ضياء ومتربصتين أمال عبيد وسلسبيل غرسلة. شوفوا اليوم اش حضرونا. اليوم ها روبة مزيانة على الآخر مصممة ما شاء الله. كان عليها نستي شوية الروبة هذه. هذه هي الروبة إنجاز أمول، الصحة أول إنجاز لها، وإن شاء الله بالتوفيق لها. وما زالت سلسبيل زاد حتى هي ان شاء إن الله. شاء الله قاعدة درش تخدم إن كذا شاء درش الله. تعمل هي. زربلنا سلسبيل كبير الصحة قاعد تطرز تخيل تحضر في حاجة مش تقولنا عليها طبعا تولي من نشوفها بعد شاهزة. وعندنا مكان الروبة، عندنا زاد أمل حضرت لنا حوايج أخرى اللي هم تابعين البيبي. اوه ما شاء الله ده صح. من هذه مخدات حكينا عليها شوية أمل. مولا شنو هذه يا مولا؟ هذا قماش متعبى بيه صغير. يعطيك الصحة. هاي مازال ما حضرش طبعا ولا حاضر؟ هذا حاضر، مازلنا كان على الفينيسيو برك. ان شاء الله. تم الصحة قاعدين نجتهدوا قاعدين شوي الورشة بشوي بشوي تكبر. طبعا بشوي دعمكم ومجهوداتكم وشجعوهم زاد شجعوهم باش ينجموا يواصلوا. وان شاء الله انا قاعدين نتبعوا وان شاء الله إن شاء الله ربي معاهم. ان شاء الله العام الجاي نعمل لكم ورشة كبيرة بدعم وتشجيعات الناس الكل. نعمل لكم ورشة كبيرة تنجموا تعملوا بها برشا حاجات حلوة. كل التشجيع يعطيك الصحة نستي رضياء قاعدة تعمل مجهود كبير معاهم. تحية لها ومشكورين إن شاء الله. كما تشوفوا ها روبة العمل معاهم. روبة مزيانة على الآخر قماشات. قاعدين يخدموا على التصاميم من غادي. أول هذه الدروس والتكوينات معناها كيفاش يصمموا كيفاش الفصالة كيفاش يصمموا كذا حاجة تابلوات. هذه دروسها طبعا جانب النظري وجانب التدريبي فهمتني. ومن بعد ما يخدموا على النماذج هذه يبدو يشتغلوا على معناها مثل تطبيقية طبعا معناها انتاجات. طبعا هذا راهو جانب تكويني مازال. وان شاء الله كما قلنا معناها بدينا تو كجمعية معناها طبعا عندنا مكينة. ان شاء الله نزيدوا نخدموا اكثر على الماتريال وعلى توسعة الورشة وعلى كذا. العام الجاي ان شاء الله تكون ورشة كبيرة. وطبعا بتشجيعاتكم ودعمكم والناس الكل مصر. في صغاركم اكيد اهم حاجة كونوا على ثقة انهم هم راهم قادرين قد راهم يبدعوا قادرين. عندهم معناها عزيمة وعندهم حب للحاجة اللي يعملوها. وعندهم قدرة انهم يتفننوا برشا فن وبرشا حب معناها ينجموا معناها يقوموا بحاجات مزيانة على الآخر وينجموا يكتسبوا الثقة. إذا أنتم منحتوهم معناها الدعم الأسري والنفسي والتشجيع وتخلقوا لهم بيئة في الدار باش ينجموا الموهبة والحب والهواية هذه ينجموا معناها يخدموها ويعملوها في الدار. إذا وفرت لهم حاجات بسيطة على الآخر ينجموا يعملوا منها حاجات كبيرة ياسر. تحياتي وبالتوفيق. عايش. مشكورين يعطيكم الصحة. عايش. تشجيعات الناس الكل معكم ودعمكم.